السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. يلا مع بعض في الفيديو النهاردة هنجهز حاجة حلوة جدا، هتكون سهلة وسريعة واقتصادية كمان، ومكوناتها كلها متوفرة في البيت. والاهم من كل ده انها كمان طعمها لذيذ جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يلا بينا نشوف المقادير. عندي 3 كوبايات من الدقيق بأكواب المعيارية أو المج بتاعنا اللي بنشرب بيه الشاي في البيت. وعندي ربع كوباية من الزيت. لازم يا حلوين الزيت بتاعنا يكون نقي ونضيف علشان يديني طعم جميل في الحلويات اللي هنعملها النهاردة. هنبس الدقيق كويس كده بالزيت بالمعلقة، مش هنحتاج ندخل ايدنا خالص. هنقلبهم كده بالمعلقة ونوزعهم كويس في الدقيق. عندي معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الحليب البودرة وكمان معلقتين من النشا، وهنقلبهم كمان نص معلقة صغيرة من الملح، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. وكمان هنجيب كيس من الفانيليا علشان يديني طعم حلو قوي وريحة حلوة في الحلويات بتاعتنا. طبعا الحلوة دي هي تشبه شوية بلح الشام، لكن بجد طعمها تحفة قوي. الحلوى دي طبعا سميتها حلويات هلال رمضان، وكل عام وأنتم بخير. عندي هنا برضو كوباية من المية، نفس الكوباية دي هي نفس مكيال الكوباية المعيارية اللي أنا عملت بيها أو عيرت بيها الدقيق. تمام. المية تكون من الحنفية عادي أو بدرجة حرارة الغرفة، مش هندفيها ولا أي حاجة خالص، بس ما تكونش ساقعة ولا تكون سخنة. تمام. يعني هنجيبها من الحنفية على طول ونعجن بيها. أنا عاوزة العجينة بتاعتي تكون ناشفة شوية، تمام، ما تكونش طرية. تمام. وهنعجنها كويس كده بكوباية المية، وهنشوف الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه من المية. طبعا احنا عارفين ان كل نوعية الدقيق بتختلف عن نوعية اخرى. ففي شايفين اهو يعني اللي فضل من الكوباية معلقة، حوالي معلقة بس من المية. تمام. بس كده انا ما استخدمتش المعلقة اللي زادت من المية، وعجنتها كويس جدا. ما احتاجش مني الكوباية كلها الدقيق اللي انا حطيته. زي ما انتم شايفين اهي العجينة بتاعتي جافة شوية او ناشفة شوية. تمام اهي، مش طرية قوي. هسيبها بس ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة وابدأ اشتغلها. انا مش عاوزة اخمرها نهائي يا جماعة، انا بس عاوزاها ترتاح علشان تفرد معايا. تمام. هنحط كده رشة من النشا من تحت وكمان من فوق علشان ايه اعرف افردها كويس. تمام. عاوزين السمك بتاع العجينة او بتاع الحلويات بتاعتنا يكون السمك رفيع، ما يكونش تخين قوي. تمام. هوريكم دلوقتي السمك اللي انا محتاجاه في العجينة او لعجينة الحلويات، حلويات رمضان. بجد هو حلا جميل جدا وطعمه لذيذ قوي قوي ومقرمش وتحفة جدا. طبعا اللي عنده اللي هي قطعة الدونتس تنفع، او مش عنده يبقى يستخدم عادي الكوباية زي ما انتم شايفين. انا مش عندي قطعة الدونتس اللي هي مدورة، فانا بستخدم الكوباية عادي اهي. تمام. علشان نعرف نعمل الهلال. تمام. نعمل دايرة الاول وبعدين هوريكم ازاي هنعمل شكل الهلال. عندي برضو هنا نجمة. تمام. هنقطع بيها كده والحجم اللي انت حباه، مفيش اي مشكلة. عاوزة تعملي بحجم اكبر من كده بيبقى النجوم دي بتتباع عند مستلزمات الحلواني او مستلزمات المطبخ والبيت. هتلاقي 5 نجوم جوه بعض واحجام مختلفة، وكمان قلوب ودواير وورد زي ما انتم شايفين اهو. تبقى خامتها استانلس جميلة قوي وعملية جدا زي ما انتم شايفين، سهلة وسريعة تقدري تشكلي بيها على السريع كده اهو. اعملي الاشكال اللي تحبيها. وكمان القلب. اي شكل عندك ممكن تستخدميه او حابة تعمليه عادي جدا تستخدميه. لو كانت اهو الطرف صغير مش بيكفي الدايرة اللي انا عاوزة اعملها، نفردها كمان بالنشابة.
وبعد كده هنشيل الزوايد بتاعت العجين دي وهنحطها في البولة اللي احنا عجننا فيها العجينة كلها، ونعجنها كويس تاني مع بعضها ونسيبها تستريح لغاية ما نحمر الأشكال اللي احنا شكلناها بتاعت العجين. تمام. في الأول اهي زي ما انتم شايفين كده هاخدهم واحطهم في الطبق علشان نروح مع بعض كده على النار ونحمرهم. زي ما انتم شايفين بنعمل الهلال عادي جدا اهو بالكوباية. يا ريت تكون يعني تكون واضحة الطريقة. هتجيبي كمان دايرة أصغر بيكون الهلال أحلى وشكله باين أكتر. مفيش يبقى خلاص عادي بالكوباية زي ما انتم شايفين اهو. تمام. وبس كده. شايفين السمك بتاعي؟ وكمان ممكن نرفع عن كده شوية. هناخد الزوايد دي كلها زي ما اتفقنا وهنحطها مع العجين وهنعجنهم كويس بنقطتين مية او من غير خالص، ونعجنهم كويس جدا. وبعد كده هنفرد العجينة تاني ونقطعها الاشكال اللي احنا عاوزينها زي ما عملنا في الاول كده. تمام. هناخد بقى العجين بتاعنا وهنروح على الزيت. يكون الزيت بتاعنا متوسط السخونة، ما يكونش ساخن قوي ولا يكون بارد. طبعا ده الشربات بتاعي هحطه في البولة واجهزه. هيكون عبارة عن 3 كوبايات من السكر عليهم 2.25 من المية، وهنسيبهم يغلوا على نار متوسطة لمدة من 7 ل10 دقايق. بس كده. وانا عايزة طبعا السيرب بتاعي او الشربات بتاعي يكون بدرجة حرارة الغرفة او بارد. تمام. فاحنا هنسيبه بعد كده يبرد وبعدين نبدأ نشتغل في العجينة. يعني اول حاجة نبدأ بيها نعمل الشربات او السيرب بتاعنا، وبعد كده نبدأ نعجن العجينة بتاعتنا ونشكلها ونشتغل فيها عادي. تمام. بس كده. هناخد الاشكال بتاعتنا اللي عملناها وهنحطها في الزيت، ويا ريت كمان ما نسيبهاش ونروح في اي مكان تاني علشان هتعوز تقليب مستمر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. بعد ما نحمرهم نبدأ دلوقتي العجينة اللي قاعدة معانا هنفردها ونشكلها زي ما احنا عاوزين، زي ما احنا عملنا الاشكال الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. هنفضل نقلب باستمرار زي ما اتفقنا، مش هنسيبها ونروح في حتة تانية علشان العجينة فيها حليب بودرة، والحليب البودرة بيلون معايا العجين بسرعة قوي وبيديه لون ذهبي بسرعة زي ما انتوا شايفين اهو. بيبقى جميل. طبعا لازم نكون مهديين النار علشان يطلع معايا الحلويات الجميلة دي مقرمشة وطعمها حلو قوي. تمام. بس كده. اول ما اخدت اللون الذهبي هنبدأ بقى نشيلها من الزيت وهننزلها في الشربات او السيرب بتاعها على طول وهو بارد. هنصفيها كويس من الزيت وهنحطها في الشربات. هنسيبها في الشربات لمدة دقيقة او دقيقة ونص. وبعد كده يعني من دقيقة لدقيقتين، وبعد كده هنصفيها من الشربات وهنحطها في طبق التقديم. تمام. زي ما انتم شايفين اهو بتلون معايا بسرعة. بس كده. ويلا هنروح نحطها في طبق التقديم. زي ما انتم شايفين الجمال، معسلة قوي وطعمها تحفة جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي ومش هتبطلوا تعملوها. سهلة وخفيفة وبسيطة واقتصادية قوي، مكوناتها موجودة في كل بيت. ولو لسه معايا في الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسيش بقى اللايك الجميل من ايدك الحلوة. وكمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان لما انزل اي وصفة ان شاء الله يوصلك مني اشعار اني نزلت وصفة جديدة. شايفين الجمال؟ بجد حاجة كده تحفة، وبتبقى مفرغة شوية من جوه، بتبقى طعمها لذيذ جدا جدا وهشة ومقرمشة تحفة قوي. وبكده وصفتنا لليوم خلصت. بتمنى انها تنال اعجابكم واتمنى انكم تجربوها، لانها وصفة بجد سهلة وبسيطة واقتصادية وريحتها وطعمها من اجواء رمضان. جربوها مش هتندموا وكمان هتحبوها كتير. وفي النهاية بتمنى لكم دوام الصحة والعافية. مع السلامة احبتي، دمتم بخير. أسيبكم مع حلويات هلال رمضان وأشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.